تعادل الإجابة 1-1 في لقاء اليوم، في ختام لقاء اليوم الثاني في الأسبوع العاشر. سيراميكا 1 والنادي الأهلي 1. هدف للسيراميكا براسية ذهبية لأحمد رمضان بيكم، ثم هدف التعادل. سمعتوا كده؟ في الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل 1-1 عشان يتوقف رصيد النادي الأهلي عند 24 نقطة من ال10 مباريات اللي لعبهم لحد دلوقتي في الدوري. وده التعادل الثالث للأهلي بعد ما تعادل مع فيوتشر 1-1 وتعادل مع سموحة 0-0. وللأسبوع الثاني على التوالي الأهلي يمنح الزمالك فرصة إن هو يعتري قمة الدوري لو كسب الماتش بتاعه. الأسبوع اللي فات الأهلي تعادل مع سموحة 0-0 والزمالك كان عنده ماتش مع المقاولين العرب، وللاسف الشديد جدا الزمالك 0-0 برضه، وفضل الفارق نقطتين زي ما هو. الوقت الفارق 3 نقاط بالنقطه اللي اكتسبها الاهلي النهارده من تعادله مع سيراميكا كليوباترا. فالزمالك لو كسب بكره هيبقى متساوي مع الاهلي في النقاط، هيتجاوزوا بس في موضوع الاهداف او فارقها او كده. يعني الفكره ان المنافسه شديده جدا على على الدوري الممتاز. ومعانا كمان بخلاف الزمالك والاهلي معانا فيوتشر دلوقتي برضو بيزاحم الموضوع. بيراميدز بالمكسب اللي كسبه امبارح على الاتحاد، مكسب كبير طبعا، اوكي، ان هو برضو بدأ يزاحم وبدأ يصلح اوضاعه. الفكرة ان المباراة النهاردة ما بين الاهلي سيراميكا كان الاداء بتاعه مايل للدفاع بشكل كبير جدا. طبعا كان عامل حساب للاهلي، بس الاهلي برضو بيفتقد لحاجات كتير جدا. الترابط، الفعالية، الحماس، لا يعني مش هو ده الاهلي اللي احنا معتادين عليه. الاهلي كان محتاج مجموعة من الصفقات اللي تظبط له الامور. اللعيبة القديمة بتاعت الاهلي او اللي هي الموجودة اوريدي في السكواد، لا محتاجة ان هي تبقى، ما كانتش كده. حسين الشحات ما كانش كده، قفشه ما كانش كده. يمكن اكثر اللاعبين اللي احنا يعني شايفين ان هو مستواهم ما شاء الله بشكل كويس مستقر هو علي معلول. بصراحه علي معلول يكاد يكون كانه ابن من ابناء النادي الاهلي. المهم في الاخر خالص الخساره حصلت. الملاحظه الوحيده اللي موجوده في المباراه النهارده هي ضربه الجزاء اللي اتحسبت للاهلي. مساله صحتها من عدمه ده احنا مش هنتكلم فيه، احنا هنتكلم بس في نقطة واحدة، ان هو الفار لما استدعى ابراهيم نور الدين، اللي هو طبعا ما حسبش ضربة الجزاء في البداية، لما استدعى ابراهيم نور الدين عشان يشوفها على الشاشة بتاعة الفار، كان واجبا ان هو ابراهيم نور الدين يطلب كذا زاوية للكرة. لان الاعادات اللي حصلت بعد كده بعد ما علي معلول احرز الجون، او قبل ما علي معلول يحرز الجون، الاعادات اللي اتعادت على التلفزيون فيها زاوية بتوضح ان التلامس ما هوش التلامس اللي هو ممكن بناء عليه يتحسب ضربة جزاء. فكان لازم ابراهيم نور الدين يطلب زوايا اخرى غير الزاوية اللي مبينة ان هو في اصطدام او في تلامس ما بين اللاعبين. قد تكون هي صحيحة، وفي الاخر خالص علي معلول حطها بشكل حلو قوي. علي معلول من اللعيبة اللي انا شخصيا بحبهم وبحب ادائهم. وهارد لك للاهلي خسارة النقطتين، ومبروك للزمالك خسارة الاهلي للنقطتين. وبكره ان شاء الله الزمالك مع الاسماعيلي في اول ماتش للاسماعيلي بقياده ميدو، فنتمنى ان شاء الله نشوف ماتش كويس بكره، ونتمنى ان الزمالك يعني يؤدي اداء طيب ويبدا ان هو يلامس قمه الدوري اللي هو بقاله سنتين بيحصل عليه الحمد لله. فيبدا يلامس قمه الدوري ويبقى دي الامور في المنافسه اشد حماسا واشد قوه يعني. انا كده خلصت الكلمتين اللي انا عايز اقولهم بصراحه. الاهلاويه ما يزعلوش مني، انا راجل زملكاوي ومش هقدر اخبي سعادتي بخساره الاهلي للنقطتين. بس بصراحه الاهلي محتاج حاجات كتير جدا 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 عشان يقدر ان هو يرجع تاني الاهلي اللي احنا معتادين عليه، اللي هو يفترض ان هو ما ينتظرش حكم يحسب له حاجه بالفار، ان هو ما ينتظرش بعض الامور اللي فيها شكل من اشكال الحاجات اللي هي بتزعل المنافسين وبتفرح جمهور الاهلي. بس في الاخر في حاجه لازم نقولها. المباريات الاخيره للاهلي لو احنا بصينا عليها هنلاقي تعادل مع فيوتشر 1-1، هنلاقي ان هو فاز على فاركو 2-1 بهدف دراماتيكي في نهايه المباراه في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضائع اللي كان 6 دقائق. فطبعا برضو يعني ده فوز، كانت المباراه لم تخرج برضو 1-1. اوكي، اتعادل بعد كده مع سموحه وتعادل النهارده تاني مع سيراميكا كليوباترا. ونتمنى الاهلي طبعا طبعا طبعا، ودي على فكره ما فيهاش كلام يعني. بحب اشوف الاهلي بشكل كويس في كاس العالم للانديه، ده انا بشكل شخصي.
ماليش علاقة بقى بأي وجهات نظر أخرى بتاعة جمهور الزمالك أو غير جمهور الزمالك. أنا بحب أشوف الأهلي بشكل كويس في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله يأدي شكل كويس في كأس العالم للأندية وإن شاء الله بإذن الله دايما نشوف كرة حلوة، ونرجع بقى نستمتع بقى بالكورة بقى. احنا يعني خدنا جرعة كورة حلوة قوي في كأس العالم، ورجعنا اصطدمنا في الدوري المصري فما باليد حيلة، يعني هو ده اللي حيلتنا زي ما بنقول. ودمتم سالمين.